حضرتك بس هتتكرم وتقول لنا كلمه قبل ما تاخد الجايزه. وهي قصيده فائزه، وهنسعد على الاستاذ عادل ان احنا نسمعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أقول كلمة تحية للحضور. صلاة سلاما على مصطفانا رسول المحبة خير الأنام، وحمدا وشكرا لرب رحيم هو المستعان لحسن الكلام. على الدرب نمضي بخطو وإيد، وبالخير نهدي الأحبة الكرام، بلفظ أديب نجيز المعاني وتعلو الميارق أرض السلام. سجالات عطف لجني القطاف وجذب اهتمامات أهل المقام. بدأنا بمدح يسر العيون، وكان المديح بحقي وساما، وبالصائد أعطيه ضعفا لأني كضيف بدار لأهل الوئام. أرد التحية للمادحين بشكر وود لكم بالدوام. بشكر الاستاذ محمد عبد الجواد لانه هو اللي هداني لطريق العاميه المصريه. ولمن لا يعرف العاميه المصريه 90% من الفاظها مستقاه من اللغه العربيه الفصحى، بخلاف اي لهجه مصريه عربيه او خليجيه. لما قال لي اكتب العاميه قلت له العاميه برضه هي الفصحى، فكتبت حاجه اسمها كلها فصحى تماما. مرة صاحبي قال لي كلمة واتنفض بسرعة، قال لي انساها الفصاحة والبلاغة في الكلام. قلت هي الفصحى كفرة والبلاغة بقت حرام؟ طب دي كفرة في المعاجم يعني منعك للغلام انه ياكل لحمة نية او يغنى في الحمام. تبقى قلت هي الفصحى كفرة والبلاغة بقت حرام؟ طب دي كفرة في المعاجم يعني منعك للغلام انه ياكل لحمة نية او يغنى في الحمام. تلقى بحبح هي وسع، وآدي أرطم يعني قطع، والذكية كله اشبع، والبرادع للمفرطة، كلها فصحى تماما. غايته نهرب من القواعد، واللي ماشي يبقى قواعد، والمقدم والمؤخر والتشاكيل في الزحام. مبتدا مرفوع بضمه حكم وياه ابتسام، والخبر منصوب بفتحه فتحه يا اهل العلام. هات لي فاعل فعل الرائس، جيب لي فعل وقول اوام. بيرم التونسي زماننا كان مكلبش في السهام، شيخ مسيطر على المسطر، حرف مرمر مش رخام. ولا رامي وشعب رامي سوما قالت يا سلام، لما رقت قلب رقه ولما بعدت عنه هام. كامل الشناوي اسد مات غريب بحرك نجاه، قلبه ساكن بيت قصصها بس حظه مش تمام. والفهومي فقير ودقة صاحبه كان الشيخ إمام، حب يلعب في الزمالك والمسالك للسالك، عمره ما هبش الجيران. عمنا الأكنودي بلبط جنب شط النيل وعام، الحراج النجم سافر قالها من بعديها نام. تعرفوا حسين بن سيد كان امير كلمه قليل، وهي فايزه وعبد الوهاب والفريد وديع وليلى والنجاة وصفاء كريم.
عبد الحليم حافظ حبيبي قولها يا مسك الختام، قلتها ونزلي على الله، بعدها سكت الكلام. لا احنا لازم نسمع حته من مذكرات حته قماش، لان هي دي القصيده الفايزه. بص هنسلمه الديوان، بص نعمل التسليم. دورة يا رضوان، دورة يا رضوان، ماشي يا حبيبي. دور. ألف مبروك لشاعرنا الأستاذ عادل شاكر، وهنسمع منه مذكرات حتة قماش، القصيدة الفايزة في المبتدأ. مذكرات حتة قماش. في المحل وعرفوه مرصوصين زي الجبال، ادي نيل وادي سور وادي فضلات للعيال. اما انا حتة قماش قطن من طين البلاد، غاب عليا ابن الحلال اللي هيبدل سؤالي. نفسي ارتاح من ايديه، نفسي اتفصل عليه عشان اسيب المرمطه بين الايات والركوع والمنفضه. مبروك يا بيبي قالها علي عامل يوم المنسوجات، ولف في ايدين الافندي جوه لفه من ورا. مش حاسس اني بتخانق، خدني معاه من بعد ما دفع الثمن ادي الزمن. وشويه وفوق الرباط القى نفسي في بيت كبير، وادي يقول لي البيه ممكن ايه ده وريني حريق. رد عليه الاستاذ ممكن لا يا حبيبي ده غيره بكتير. قال له يا سوسو روح نادي دادي علشان اشوف ايه رايه وذوقه. ممكن دادي وسوسو كمان بسمة دي اسامي يا ناس. طب ده انا كنت في بيت عم احمد ومراته خضرا وعارف الناس. كنت صغير سموني نوسف، لما انفتح الغطا والكويت قام عم احمد لمني امي، جابوا بنات وولاد وعيال. بنت يا زهره تخش الخط، طب وحياه رصيد هلالي اقسم مني نص اليوم. وادي يا امام مش هشرب حديد، شهر يلا في السجون. واتحطيت جوه الاكياس واترحلت ورحت المصنع، سبت الكفر وسبت الناس. حلوه قوي وانت هتتفصل. قالها عجوز انما متلمع زي الخوره في وقت العلم. بكره اروح للاسطى محمد راجل جنجل تفصيله حلو. وانطفى نور القصر ناموا في وريش النعام. اللي نام يحلم بفيفي والمعاد، واللي سافر يشتري عربيه مرسيدس وعاد، واللي طول الليل بيدعي الحاكم البنت الكبير نفسه عليه يوم يهاجر فوق بساط الريح يطير. ادي احلام ناس تعيش ليله واحده بألف عام. شفت عم احمد زمان في القطان على الارض نايم ومراته خضرا جايه في الخياله وفي ايدها بريد الرغيف اللي معجن وهي العرق النظيف. شفت تاني في دنيتي جوه المصانع الافندي اللي فوق هو النبيه المدير. كان مروره كل يوم لما يقسم الفقير رزق العيال. اللي سمعوا في الجوامع ان من جد وجد، وان ربك لما يرفض يعطي لا ينسى احد. بس الانسان الزمان ده قلبه لاحق يا ولد، واترميت جنب المعصر اللي راح يقطع لساني لاجل مسكت في الابد.